السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين الفيديو بتاعي ده عبارة عن ايه. معانا هنا ده السردين البلدي، شايفين جماله؟ سردين روعة. انا هنا محدقاه بالشكل ده كده وهنشوف انا عملته ازاي. وطلع معايا بالشكل الجميل ده. يلا ندخل على الفيديو نشوف احنا عملناه ازاي. هنحدق النهارده مع بعض السردين البلدي الجميل ده كده الشكل اللي احنا شايفينه ده. شايفين شكل السردينه؟ سردين جميل قوي زي ما احنا شايفين كده، جميل قوي. انا غسلاه طبعا ومصفياه، حاطاه في مصفى بيصفي الميه اللي فيه علشان ما يبص مننا. تعالوا نشوف انا هعمله ازاي. انا النهارده جايبه لكم سر بتوع السردين بالظبط والفسخانيه. طبعا معايا هنا ده ملح بحر زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، مش بيبقى ناعم قوي، بيطلع يعني جميل قوي في التحديق، بيبقى احسن حاجة، احسن من الملح الناعم، وبيحافظ على السردين معانا فترة اطول. طبعا هنا البرطمان اللي انا هستخدمه، اي برطمان بقى متاح عندك انت حابة تستخدميه هتستخدميه. هنجيب كيس من الاكياس بتاعة اللبن دي، هبدأ ان انا ادخله في البرطمان. معايا كمان هنا هنستخدمه في التحديق ورق لوري. هتقولي ورق لوري ازاي وهيطلع ريحته في السردين؟ لا طبعا مش هيطلع اي ريحة ولا اي طعم منه. هنشوف احنا هنستخدمه ازاي دلوقتي. هبدأ ان انا هنا اضيف شوية من الملح كده بالشكل ده كده في الارضية بتاعت البرطمان اللي انت تستخدميه، شوية من السردين كده في الارضية بتاعت البرطمان. وبعدين هنبدأ نضيف ملح تاني. شايفين شكله؟ طبعا انا هنا ضفت الكمية كلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، ما حطيتش على الكمية الاخيرة لسه ملح خالص. هنشوف احنا هنعملها ازاي برضو. هبدأ ان انا اكبس السردين بتاعي حلو، لازم يتكبس حلو، ما يبقاش فيه فراغات هوا علشان الهوا بيخليه يبوظ. اضغط جامد بايديا كده. زي ما احنا شايفين كده انا كبسته ونزل لتحت خالص اهوت. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا اعمل ايه هنا على الوش. اضيف كمية من الملح، اغطي السمك كله بالملح من على الوش كده بالشكل ده كده. ما يبقاش السردينة بتاعتي باينة كده من الملح. شايفين شكله كده عامل ازاي؟ يا رب يكون واضح قدامكم كده، مفيش حاجة باينة من الملح، لازم اغطيه كويس قوي كده. هبدأ بقى كمان ان انا اضيف معانا الكام ورقة لوري دول على الوش كده. ده سر بتوع السردين بيعملوا بيه، بيبقى روعة. هبدأ كمان اضيف خيط صغير من الزيت. لو حابة تضيفي شطة عادي مفيش مشكلة، عادي بتضيفي شطة. شايفين كده بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده بقى ديت مهمة جدا، هي ان انا همسك الكيس ده لازم اقفله كويس قوي، ما يبقاش فيه هوا خالص. لازم اخرج الهوا كله من الكيس واقفله كويس. زي ما احنا شايفين كده انا ربطته وخرجت الهوا بالشكل ده كده. بعد 4 ايام هنرجع نخرجه مع بعض وننضفه ونشوفه بقى جميل قوي. وفي الحر ممكن يقعد معانا 3 ايام. ده كده شكل البرطمان اهو. شايفين شكل السردين من الخارج؟ في ملح برضو بس مش عارفه، مش ظاهر قوي في الكاميرا.
ان شاء الله تجربوا الطريقة بتاعتي ديت وهتعجبكم جدا. وده يا حبايبي كده شكل السردين بعد ما استوى، جميل قوي، مفيهوش دم ولا فيه اي حاجة. هننضفه بقى دلوقتي ونشوفه بعد ما يتنضف هنعمل فيه ايه. كده يا حبايبي بعد انا ما نضفت السردين وحطيت عليه ليمون وزيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، هبدأ بقى ان انا احطه في علبة في التلاجة. عملته كلته بالشكل ده كده وببدأ احطه في علبة في التلاجة. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.